السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا نتوما بالصحه والعافيه. نتوما كتهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم عبايه الصلاه. بطبيعه الحال كيكون على الاقبال دابا قبل رمضان، كيكون على الاقبال بزاف. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم بالملحفه، ومره اخرى غادي نشارك معكم بالطريقه الاخرى هذوك اللي دابا يا دارجين بزاف. المهم هنايا غادي البنات حيت الثوب طويل، راكم عارفين الملحفه كامله يعني فيها متر 4 متر وشي شويه ولا وربع ولا اونص، يعني كل ملحفه شنو كتكون فيها. يعني هذا هو الطول ديال الملحفه. انا شديت لكم ورقه باش تفهموا. هذا الطول ديال الملحفه كامل. الملحفه كنقسموها بهذا الشكل هذا باش كتخرج لنا جوج بيجامات، يعني المنتصف كيخرج لنا جوج بيجامات. حنا غادي نطووها على جوج، ومن بعد غادي نطووها بالطول على 4. يعني كما درت الورقه غادي ديروه للثوب ديالكم. هنا غادي تخرج البياسه حيت تخرج لكم من هنا، ومن داك الشيء اللي غيبقى الفوق من الجهه المسدوده غادي نخرج منه الشال. هنا كنوريكم الثوب البنات. هنايا راه مطوي الثوب على الطول ديالو، يعني بحال باغا نقسم الملحفه. ومن بعد طاوياها ها انتم كيبان لكم من هذه الجهه فيها الحاشيات، ومن هذه الجهه مسدوده. يعني الملحفه كامله مطويه على 4، يعني مطويه في الاول على العرض، وفي التالي مطويه على الطول. كنتمنى يكون مفهوم. راني وريتكم في الورقه كيفاش درت. هنا البنات غير قلبت الثوب باش يجي لي على يدي ديال الفصاله، يعني غير قلبت الجهه اللي كانت من هنا ديتها لي، والجهه اللي كانت لي جبتها لجهتي باش تجي على يدي في الطابله ديال الفصاله. صافي هنايا البنات كما كتلاحظوا غادي نبدا الفصاله ديالي من الاسفل، والجهه المسدوده هي اللي كاينه في هذه الجهه ديال الفوق. غناخذ السنتيم، غادي ناخذ الطول. بالنسبه للطول البنات حيت هادو ديال الصلاه البنات كيداروا ستوندار كما كتلاحظوا نتما. راه جليل ديال البياس هنا واخا كيبان لكم نتوما مبقاتش، راه من بعد راه غادا نقادو ملي غادا نحدد الطول وكل شيء، وغادي نوصل الفصله لتحت راه غادي نقادو. هنا غادي ناخذ الواحد ديال السنتيم هو اللي لتحت، ونحدد الطول ديالي. ديما الطول ديالكم العادي كتزيدوا عليه واحد 6 او 7 سنتيم، باش هكا ملي تكونوا تلبسوا للا ديك العبايه الصلا كتغطي لكم رجليكم، كتحتاجوش تلبسوا التقيشرات ولا هذا، يعني كتكون هي ساتره لكم جميع البدن. مفهوم؟ وكتكون عريضه، يعني حتى الا كانت في البرد هكا وبغيتو تلبسوها كنتو لابسين شي حاجه اللي سخونه اولا شي بيجامه مثلا غليظه اولا هذيك تلبسوها فوقها بكل اريحيه. هنا خديت المسطره باش نحدد الطول ديالي، يعني هذا الطول الكافي فيه لوغلي فيه يعني كيكون اصلا كتكون طويله كتجي مجرجره، يعني ماشي ديال الخروج، وهذا ديال الصلا كتكون مجرجره باش ملي كتلبسيها كتسترك كامله. هنا غادي ناخذ اول حاجه دوره العنق 8 سنتيم. غناخد الكتف مثلا 20 سنتيم، عندي انا هنايا 20. وهادشي كامل اللي كيبقى كناخدو في الكم. مثلا هنا خرج لكم 45 سنتيم، غادي تشوفوا مثلا 45 شحال بقات على 60 سنتيم. مثلا هنايا عندنا مثلا 45، غنزيد 15 سنتيم في الباندة اللي غادي ندير في اليد باش غتعطيني 60 سنتيم. فهم؟ يعني كناخدو هادشي اللي عندنا في الكم، واللي نقصتنا من الكم كنديروها في الباندا. صافي كنحدد النقطه هنايا ديال الكم، كنهبط ب 3 سنتيم يعني في الكتاف من جهه الكم. صافي وغادا نلاقي النقط ديالي هنايا، غادا نلاقي النقطه ديال الكم مع النقطه ديال الكول بهذا الشكل هذا بخط مائل، يعني هبطت هنا غير ب 3 سنتيم. صافي من بعد هنا غادا ناخذ الدوره ديال الكم، يعني ملي غنخرج الكمام ديالي غادا ناخذ 24 سنتيم. دابا واخا ما كيبانش لكم البنات حقاش راه الثوب مزوق بزاف، هنايا غنقطع باش يبان لكم. المهم هنايا انا قطعت الكتاف، يعني هابطين على الكمام، وغادي ندور الدوره ديال العنق. صافي بهذا الشكل هذا باش يبان لكم. هنايا حيدنا الكتاف دوره العنق. صافي هنايا بقات لينا البياسه كامله هابطه حتى الجليل بهذا الشكل هذا. هنا البنات غادي ناخذ السنتيم وغادي نعبر 24 سنتيم منين غيخرجوا الكميمات. يعني بطبيعه الحال البياسه خاصها تكون واسعه، يعني ما تكونش حنا ما كنديروش بيجامه ولا شي حاجه ايفازي، انما كنديروا شي حاجه اللي تكون مريحه في الصلاه كما قلت لكم، نلبسوها فوق اي حاجه كانت واخا تكون غليظه. يعني هاد العبايه ديال الصلاه ما غنلبسوش غير في الصيف، وغنلبسوه حتى في البرد كتكونوا لابسين بيجامات غلاظ. وهذا هنا غادي نهبط في الكتف، هنايا من جهه الكتف غادي نهبط ب 24 سنتيم كذلك. وهنا غنحدد هنا مثلا عندنا الربع 30، انا ما نديرش 30، ندير 36 اولا 38 باش هكا تجي عريضه. صافي وكندير واحد الغون كندور على ديك 38 وكنجيبها راس الكم اللي درت فيه 24. يعني راه الطريقه راه واضحه، انا غير كنتاكد يعني شحال جاني في العبار.
هاد النقطه اللي حددت، المهم بصراحه ما كتبانش، ولكن النقطه اللي حددت غادا نهبطها للجليل. هنا غير كنطلع بياسه باش تبان لكم شنو درت في الجليل. في الجليل غديروا واحد 50 سنتيم باش هكا البياسه تكون عريضه. درت 50 سنتيم، وهاد النقطه ديال 50 غادا نطلعها لديك النقطه اللي درت فيها الغون الفوق، غنطلعها لهنايا. انا نوريكم. صراحه ملي كنت كنطراسي كان باين ليا الكخيون في هذا، ولكن دابا في التصوا ملي جيت نمونطي ما بانش ليا. هنايا كنلاقي هاد النقطه هذه اللي حددت في الربع صافي، وكنلاقي بحال ما هكا النقطه ديال الخطوه ديالي مع النقطه اللي حددت الفوق ديال الغون اللي درت. صافي هنا غير كنحاول نقاد. هو اصلا الثوب راه واخا كيبان لكم مكمش راه مقاد، يعني ملي كتجيو تخيطوا راه كتلقاوه مقاد. صافي هنايا ها نتوما كندور مع الغون اللي حددت، وهنايا كنهبط نيشان حتى النقطه ديال الجليل اللي حددت 50 سنتيم. صافي بهذا الشكل هذا كنهبط حتى للاسفل بالتقطاع. هاد الطروفه اللي شاطوا ليا من الجناب هما اللي غنكمل بهم الكمام ديالي. صافي بهذا الشكل هذا، يعني البياسه راها واضحه. هنا غادا نهبط للجليل باش نقاد داكشي اللي زايد اللي عندي، وغادا بطبيعه الحال نطلع في الجناب على قبل الجليل. هنا نطلع بواحد 2 سنتيم ونص، وغادا نقاد التقطيعه ديالي باش نحيد دوك الزوائد اللي عندي في الجليل. صافي بهذه الطريقه. من بعد غادا نرجع الكميمات. بالنسبه للكميمات غادي ناخذ الطروفه ديال الثوب اللي شاطوا ليا من الجناب، غير اللي شاطوا ليا من الجناب، يعني نقيسوش داك الثوب اللي غنخرجوا منه الشال اولا الزيف ديالنا. هنا كنطوي على 4. هاد الباندا انا كافياني. نتوما اللي ما كانتش كافياكم كتعبروا، يعني الا كانت مثلا ما كافيكوش كتعبروا. راه شيط لكم الثوب بزاف من الجناب غادي تخرجوا الباندا اللي غادا تكفاكم نتوما. مثلا انا كانت خاصه ما كانش خاصني بزاف على الكم، هذاك الشيء اللي خصني هو اللي لقيت في الباندا. صافي غادا نطويها على 4 بحال ما هكا. صافي وكنقطع بهذا الشكل هذا باش نقاده مع الكم. صافي هذه الباندا الاولى، ومن بعد غادا ندير الباندا الثانيه. صافي هذه الباندا الثانيه بهذا الشكل هذا. هنا من بعد البنات غادي نفرق البياسه ديالي. غادا ناخذ الضوفه ديال الامام هنايا من جهه الكول، وغادا ندير الهبطه ديال الكول، ندير 10 سنتيم. حاولوا ديروا الدوره ديال الكول تكون عريضه شويه، يعني ما تكونش مزيره، راكم عارفين يعني خصنا شي حاجه اللي مريحه. هنايا غادي ندير 10 سنتيم او 11 سنتيم على حسب الرغبه ديالكم. نهبط كما كتلاحظوا. صافي غادا ندير التقويره ديالي اولا نحدد النقطه ديال التقويره بهذا الشكل هذا ونقطع. بهذه الطريقه هذه. دابا غادا ناخذ غير هذه باش غادا ندير الغارنيتور ديال الامام. كنطوي واحد الطرف ديال الثوب على زوج بهذا الشكل هذا، وكنحط داك الطريف اللي قطعت من التقويره ديال العنق، ونحاول انني ندور عليه باش ندير البارمونتور ديالي اولا التبطين اولا كل واحد اش كيقول ليه. المهم غادا نخدموا بهذه الطريقه هذه. نهبط هنايا في الجناب بطبيعه الحال حيت هذه الهبطه ديال الكتاف. صافي وغادا ندور هنايا على ديك التبطين ديالي بهذا الشكل هذا. صافي هذا التبطين ديال الامام، هذا التبطين ديال الامام ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوز ناخذ واحد الطرف ديال الثوب اخر اللي غادا نطوي على زوج باش نخرج التبطين ديال الخلف. بطبيعه الحال راه ماشي كلشي كيدير هاد الخطوات كاملين، يعني كنلقاوهم كيتباعوا يعني كيكون سواقين يعني غير كيتنيو الجناب كيديروا خياطه اللي عاديه. حنا بغينا نديروا شي حاجه اللي زوينه ويكون داكشي بالتبطين ويكون كلشي لحقو طريقه. بطبيعه الحال الخياطه راه خياطه ما بحال الخياطه، كل واحد وكيدير الطريقه ديالو. هنا كناخذ داك الطرف اللي شاط ليا من الاعلى كما كتلاحظوا راه باقي مسدود من الاعلى، راه هو مسدود خليته مطوي كما هو. هنايا راه كما كتلاحظوا هاد الخرجه اللي خارجه هذه هي ديال التقويره ديال العنق اللي قطعت، يعني خليت الثوب كما هو. هنا غير طويته غادا نطوي خليته مطوي على نفس الطويه اللي كان مطوي
كما كتلاحظوا. ومن بعد طويته من الجهه اللي كتبان لكم قصيره، هذه اللي جهه الكول والعنق، والجهه اللي كتبان لكم هابطه ديك اللي الجهه اللي هبط في الكتاف. يعني بهذه الطريقه باش ناخذ اصغر مسافه هي اللي ناخذ عليها القياس باش ما نضيعش الثوب ديالي. صافي كنقطع بهذه الطريقه باش يعطيني الخط المستقيم ديال الشال اولا ديال الزيف. هنا راه كيخرج ليا الزيف كبير البنات، راه ما كيخرجش طويل وانما كيخرج بحال ما هكا بحال مربع، ولكن هو راه ناقص في العرض ديالو، يعني ما كيجيش مربع وما كيجيش بحال الشال، يعني كيجي عريض شويه. صافي غندوز للخياطه. بالنسبه للخياطه غادي ناخذ هنايا الضوفه ديال الامام، غناخذ تبطين ديالها وغادي نخيط الخياطه الاولى ديال سنتيم اللي غادي ندور بها على العنق بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال البنات كما قلت لكم هنايا شاركت معكم هذه ديال الملحف، والمره الجايه يقدر الفيديو الماجي نشارك معكم هذوك اللي كيكونوا مخدومين بالدونتيل، اللي كيكونوا بالثوب اوني وكيكونوا مخدومين بالدونتيل بيض. غادي نشاركهم معكم حتى هو بالشال البنات، باش هكا تستافدوا بهذه المناسبه وتخدموا على ريوسكم. وحتى اللي عنده اشكال انها ما عرفاش باش تبدا، هذه هي مناسبه باش تبداو عطا الله، باش تبداو البنات بشي حوايج اللي بساط وكيتباعوا رخاصين ما غاليينش بزاف، يعني كتزعموا بنادم عليهم. صافي هنايا غادا تنيت كما كيبان لكم، دخلت الخياطه لداخل وتنيت تبطين، وغادا ندير الخياطه الثانيه ديال التبطين ديالي باش كنفيني الكول. كما قلت لكم هذه مناسبه باش ان البنات يخدموا على ريوسهم، سيرتو اللي ما محترفينش بزاف في الخياطه. بحال هاد البياسات البنات راهم ساهلين واي وحده مبتدئه تقدر تخيطهم، خاص غير الزعامه البنات، والله يسهل على كل وحده. هنا البنات كما كتلاحظوا انا خيطت الخياطه الاولى ديال التبطين، من بعد غادا نقلب وغادا نثبت هاد الخياطه باش هكا ما تبقاش مبرزطانه، يعني كل مره فين نلبسوا العبايه الصلاه تبقى خارجه لينا من الامام. اللهم نثبتوها. والنصيحه اللي بغي ننصحكم في هذه النقطه، حاولوا انكم دائما تخدموا بنفس اللون ديال الثوب. حاولوا انكم تشروا الخيوطه، يعني فيما تخرجوا شروا خيط او لا جوج باش هكا ما تلقاوش مشكل في الخيط. هنا البنات غادي ندوز للكمام والكتاف. يعني كما كتلاحظوا غادا نلاقي هنايا كنفتح غير السورجي ديال الكمام. هنايا هذا هو الكم ديالنا، وغادا ندوز بالخياطه على الكم وعلى الكتاف بطبيعه الحال. صافي غادا نطلع بالخياطه بهذا الشكل هذا. هنا البنات كنقاد. هنا كما قلت لكم فخا في التقطع كان كيبان لكم الثوبه ما مبقاتش، وانما غير حيت الملحفه البنات كتكون بعض الخطرات جهه مكمشه جهه هذه. غير نتوما حاولوا انكم تقادوا ديروا اللي عليكم، يعني بلا ما تحتاجوا تصلحوها. غير في ملي تكونوا صبنتوها من قبل او درتوها في الماء، حاولوا انكم تبغوا تنشروها مقاده، يعني ما تنشروهاش مكمشه. حاولوا انكم تجبدوا الثوب كامل في النشير. صافي بهذه الطريقه هذه كنطلع بالخياطه حتى للكول، ونفس الطريقه كنخدم الجهه الثانيه حتى هي، كنطلع بالخياطه على الكتف والكمام حتى الكول ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي هنا لقيت الكتيفات بجوج، غادي ندوز للتبطين ديال الظهر. كنخلي البياسه بهذا الشكل هذا، وكنحاول انني نتني 1 سنتيم من الجهه الاولى، وكندوز على الخياطه اللي خيطت الاولى بهذا الشكل هذا. كندوز على القنت ديال الكول صافي، وكندور على الكول ديال الظهر بهذا الشكل هذا. كندور بهذه الطريقه، ومن بعد ملي كيكون شيط ليا شي حاجه من بعد راه كنقطعها بالمقص. صافي هنايا كنت نساني الجهه الثانيه بهذه الطريقه هذه باش كتخرج ليا الحاشيه مفينيه. صافي من بعد غادي نحيد هاد الزوائد هادو كما قلت لكم، نحيد هاد الزوائد كاملين بهذه الطريقه هذه. من بعد البنات غادي نقلب هذاك التبطين ديالي، غادي نقلبو. غادي نحاول انني نفتح البياسه بهذا الشكل هذا ونقلبو بهذه الطريقه هذه، يعني كما كيبان لكم في الفيديو. صافي غادي ندوز على الخياطه، غادي ندوز على هذاك التبطين، غندوز عليه كامل، غندور عليه بالخياطه بهذا الشكل هذا. اولا الكتف، من بعد غادي ندوز على الكول من جهه الظهر بهذا الشكل هذا على الرقبه. صافي غادي ندور بطبيعه الحال من الجهه الثانيه. هنا ديك الزياده اللي تنيت، هذيك اللي تنيت في الاول، داك السنتيم اللي تنيت في الاول، اوتوماتيكمون كيتنا معايا، يعني غير كندوز عليه بالخياطه. ومن الجهه التحتانيه البنات راني ما دايره لا سورجي لا والو، غير انايا درت الحاشيه ديال الثوب،
يعني المهم يعني عرفوا كيفاش تعاملوا بالثوب باش ما تبقاوش ديروا التماره لراسكم. يعني درت غير الحاشيه ديال الثوب، ما نحتاج لا نتنيها، ما نحتاج لا نتنيها لا ندير لها السورجي، صافي كتكون فينيه بحدا. صافي هنا كندير لا ريتمون وكنحبس الخياطه ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد البنات غادي ندوز للكمام باش غادا نلصق لهم ديك الباندا. ديك الباندا البنات شنو درت؟ خليتها متنيه وسورجيتها كما هي، سورجيتها دوزت على السورجي متنيه البنات، يعني فهمتوا؟ يعني خليتها متنيه وسديتها بالسورجي كامله. وهنا غادا نحطها على الدوره ديال الكم ديالي، وغادا نخيطها بهذه الطريقه هذه. ممكن البنات تتخيطوها وعاد واش تسورجيوها، يعني كتبقى على حسب الرغبه ديالكم وطريقتكم نتوما في الخياطه. يعني حاولوا ان تتبعوا، ماشي ضروري تتبعوا طريقتي انا، ولكن تتبعوا الطريقه اللي كتسهل عليكم نتوما الخدمه واللي كتلقاو فيها الراحه ديالكم. صافي هنايا خيطت الباندا ديالي كامله. دابا غادا نمونطي البياسه. بطبيعه الحال غادا نبدا من الكمام وغادا نهبط حتى الاسفل ديال البياسه بالمونطاج بهذه الطريقه هذه. بطبيعه الحال ممكن ديروا لاستيك، ممكن ديروها هكذا، ممكن تقدروا تزيروا مثلا لكم ما تخلوهش عريض، يعني كيبقى الرغبه ديالكم. غير هي من الاحسن تكون عريضه، كل ما كانت البياسه عريضه ديال الصله كل ما كتكون مريحه اكثر وكتلبسيها فوق اي حاجه بغيتي بهذا الشكل هذا. صافي غادا نهبط بالمونطاج حتى للاسفل كما كتلاحظوا. من بعد البنات هنايا راه غير غادا من بعد غادا ندير نفس الطريقه الجهه الثانيه بعدا وصافي. وبالنسبه للوغلي فانا غادا نسورجي وغادا نتني سنيه عاديه وغادا ندور باللوغلي البياسه كامله. هنا كنوريكم انني غادا ندير نفس الطريقه للجهه الثانيه. هنا خديت البنات الزيف اولا الشال ديالي اللي شاط ليا، غادا نحاول انني من بعد ما سورجيته بطبيعه الحال، الا ما كانش عندكم السورجي ممكن تنيوه جوج تنيات ودوروا به كامل. هنايا البنات غنحاول غير ندور به انا كامل بهذه الطريقه هذه، يعني نفينيه من الجناب كاملين بهذا الشكل هذا. المهم غادا نبقى غاديه على البياسه ديالي بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كملتو في الخياطه غادا نجي هنا كما كتلاحظوا كملتو بالخياطه. غادا نجي هنايا الرقبه من جهه اليمين، من جهه البنات اليسار عفوا، من جهه اليسار، هذه من جهه اليسار البنات. غادا نجي لاي نقطه بغيت انايا واي نقطه بغيت من الشال. المهم جربوا الشال وشوفوا النقطه اللي غادي تناسبكم انكم تثبتوه على البياسه. انا المهم هنايا جربت الشال وحطيته فوق راسي وشفت النقطه اللي غادي تجيني مناسباني فين حطيته. يعني نتوما واش كل واحد وكيفاش ديك الشده ديال الشال كيفاش كيبغيها. صافي غادا نخيط واحد 5 اولا 6 سنتيم كما كتلاحظوا. شديتها انا من الجناب ديال اليسار وشديتها في الجناب ديال الشال ديالي صافي، وخيطتها بهذه الطريقه هذه باش تبقى ديما انتغري مع البياسه وما يتوضرش وتجيكم سهله انكم ملي تبغوا تستعملوها. صافي البنات كتجي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش لي باللايك ديالكم تشجيعاتكم. شكرا لكم تتبعكم القناه، وشكرا اللي دائما كيخليوا لي تعاليقهم كيخليوا لي تشجيعاتهم. بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله. المهم اللي نبغي نقول لكم البنات قبل ما تخرجوا من لا فيديو البنات، انا كنتعب لهاد لي فيديو هادو اللي كنحط لكم. كنحاول انني نشارككم اي حاجه من الاول حتى الاخير. كنبغي انني نشارككم دائما موديلات زوينين، فدونك ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وحاولوا انكم تبارطاجيو القناه قدر الامكان. وشكرا بزاف لكم، شكرا لتعاليقكم. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.